هن بيعتقدوا انه صناع المحتوى اغنى من ما هن بالحقيقه. لا بالمره. وكتير كمان صار في انفصال بيناتكم بهيدي الفتره وانت رجعتي على بيت اهلك. للامانه واو. ليش صبا واحمد ما عادوا يصوروا فيديوهات؟ في شغلات لازم ما تتشارك ابدا اكيد. وانا هذا الموضوع كثير اثر فيني بشغله، تمام؟ بقول والله الحياه حتفشخك فشل. دراما كده. ثاني اكثر قاعده بخاف منها بعد الخازوق هو القعده قدام كارول. يعني مو قدامي؟ لا مين انت يعني؟ خفي علي، لانه عن جد بتنومك مغناطيسيا وهي بتقعد تسالك بتعمل معك مقابله وبتسحب منك الحكي، يعني اسهل شيء بالحياه انه هي تسحب منك الحكي، لا تسالني ليش، انا صراحه انا بخاف بيوم من الايام والله بخاف يمكن يوم من الايام اطلع مع كارول يعني افضح اهلي كلهم. عليه انا كنت كذا كذا ماما عملت فيي. فكارول هالمره مستضافه صبا شمعيه اللي هي زوجة احمد ابو الروب اللي ما بيعرفها، بدنا نعمل عليها رده فعل انا وجهينه عن جهينه. تخيل كميه الاعياد بهذا الفيديو. ليش ما حجيب العيد انا؟ ليه بتخافي؟ يا جماعه يعني هي ثاني مره بتطلع معي وبتخاف. ايه حرفيا. خلص لا تخافي انا معك، اول شيء بصير انا بتركك. بتتركني؟ ايه بعرف ما هو انا بعرفه لكريم. اوكي جايز ضروري نحط لايك هذا الفيديو، تمام؟ لانه الفيديو راح يعجبكم كثير، فنحن راح نختار كم نقطه ونحط جنبها شخطه. نحط جنبها شخطه، حبيت نحط الشخط المعلم. بس ما رحبت فيي. رحبوا معي بجهينه. ما قلتوا انه انتم طلبتوا انه جهينه بدكم اياها تطلع بالجزء الثاني؟ ايه عن جد، لانه طلبت جهينه تطلع معي بالجزء الثاني، فهذا هو الجزء الثاني وان شاء الله الاخير. محطوط في زاوية حرجة ومضطر جدا ارجع لشغلي وارجع انزل اعلاناتي. ليه بتحس الناس اوقات عم تستصعب تتفهم انه صانع المحتوى هو هيدا شغله يمكن بعيش منه؟ لانه هم بيشوفوا حياه معينه لصناع المحتوى. هلا هون في نقطه كثير مهمه عم تحكي فيها كارول مع صبا، انه الناس اللي بيشتغلوا بالسوشيال ميديا بيتعرضوا احيانا لكثير مضايقات عن جد، وهذا الشيء اكتشفناه بالفتره اللي نحن فيها حاليا. مزبوط اكيد، وبالذات يعني ما بعرف مين عاطينه الصلاحيه انه يبهدلونا على اي شيء بالعالم. انا هذا كثير شيء بيزعجني فعليا. ايه انه بتحس في عالم تربطنا، بحس انه تربطنا ما عاد فينا نعمل شيء. ايه وتماما مثل ما حكت شغله كارول، انه كثير في عالم ما بتعرف انه صانعين المحتوى هن من وراء هذا الشيء بيدفعوا اجار البيت، بيجيبوا اكل، عايشين من وراء المحتوى يعني. ايه بالضبط. هلا هون كانت عم تقصد فيه انه احمد ابو الروب لفتره معينه، طبعا كل صناع المحتوى وقفوا بتنزيل المحتوى تبعهم، ولكن احمد ابو الروب وقتها نزل ستوري انه يا جماعه انه هو عامل شركه وما عاد فيه. فعليا هذا الشيء يعني متعب، خاصه لما بتكون عامل شيء كبير، تمام؟ غير لما تكون انت عايش لوحدك. اوكي انت بتشوف اللي عمله غلط؟ اكيد لا، ولا بالرغم انه ممكن ناس تنتقدني على الكلمه، بس طيب اذا هو ما نزل طيب كيف بده يعيش؟ هذا يشرح لي كيف بده يعيش. يعني مثلا انا من الناس اللي كنت اشتغل شغلين وانا ايام الجامعه. واو. بس هلا لما مثلا دخلت سوشيال ميديا اكيد الشغل رح يتغير طبيعه الشغل، بس برضه احنا شغلنا كثير متعب. هن بيعتقدوا انه صناع المحتوى اغنى من ما هن بالحقيقه. لا بالمره. عن جد شو رايك؟ ابدا ابدا ابدا. هلا هو في فلوس اكيد. ايه. انه اي حدا بيشتغل على حاله بيطلع فلوس، وفي فلوس يعني ما انه سيء، بس ما يعني هي مثل بدي ما حدا بيتخيلوا. يشرح عنها. ايه ما خارقين، حتى اللي عنده اكيد قد ما كان مشهور. شوفوا بدي احكي لكم شغله، انت اليوم بحياتك قد ما طورت بحياتك حتصير في عندك التزامات زياده، مسؤوليات زياده. تماما، شغلات ما بتعرف منين بتطلع. عن جد فعليا. حياتنا صعبه. بحس انه اللي صار كشف حقيقه ناس كتار. بقول لك شو قصدي، قبل هالفتره كان الكل يقول واو صناع محتوى الاردن كتير اصحاب مش مثل دبي. شفنا انه مش مزبوط. حسيت انه هالفتره كشفت الوجه الحقيقي لكتير ناس. للامانه فهمتي منا شيء هون؟ صراحه لا. طيب رح اشرح لك. عم تحكي هي هون كارول بهي الفتره أوكي. اللي عم يحكوا عنها كشفت صناع المحتوى كيف بيفكروا. يعني الناس انا من الناس صراحه اخذ فكره، كنت مفكر انه عن جد صناع المحتوى بالاردن متماسكين، يعني مش انه بس متماسكين، يعني بيضلوا بوقفوا مع بعض يعني بكثير. فهمت علي؟ فصبا هون لا نكرت الموضوع انه اظن بعد ما اجى هجوم على ابو الراب لانه نزل مزبوط. ايه لانه في كذا حدا عن جد وبعرفهم بالاسم، تمام؟ وبشوفهم على الاكسبلور، بس صراحه ما بتعمل لانه مفزلكين انا بعتبرهم. يعني لما بلشوا الناس انه ينزلوا يرجعوا على اشغالهم صارت تقوم تعارض كل صناع المحتوى، يعني هاجموهم، تمام؟ وما عدا انه يخلي فانزاته، تمام؟ عم بحكي فانزاته تهاجم كثير عالم صناع محتوى انه انتم عم تنزلوا، ليش عم تنزلوا؟ فكروا بهالناس طبعا. عن جد هيك صار؟ بتعرفيه يعني؟ لا مين؟ مثل عرفتيه صح؟ ايه عرفته. يعني هيك ناس يعني بتضر ما بتنفع، وكل واحد خليه بحاله. بس انا هذا رأيي.
كيف بس؟ بتحسي من لما ارتبطتي بأحمد الناس صارت تاخدكم هيك مثل باكج، انه احمد عنده مشكل مع الشخص، احمد وصبا عندهم مشكل مع الشخص، مع انه انت بحسك منك شخص انه بيحب الدراما. على فكره ولا انا بحسها هيك. من جد؟ اه تحسيها لوحدها؟ ايه انه ما بحسها تحب الدراما او ما لها علاقه بالدراما. ايه فعليا على عكس الناس اللي اغلبيتهم اذا زوج عم بيصير معه مشكله عرفتوا مين؟ عم بيصير معه مشكله فمرته بتقلب معه على العالم وهيك. ايه انا ابدا ما حسيتها هي ما لها علاقه ابدا. مزبوط حكي. انا بحس صبا عن جد ما او صبا، لانه ناس بتقول لي لا ما تقول صبا فانا بقول صبا، ما لها علاقه، خلص ضلت بمحتواها، ضلت على مثل ما هي ماشيه، على عكس اللي تزوجوا وصار يعني صارت تمثل هي وجوزها، يعني ما ادري كيف، ما بدي احكي يعني ولا مره شفت لها اصلا دراما، بس احمد ابو الرب بعرف انه في كثير دراما كثير تاريخ في تاريخ دراما قوي. اذا شخص احمد عامل مشكل معه بتحكي معه؟ اكيد. واو، وانا هذا الموضوع كثير اثر فيني بشغله، تمام؟ لانه في حدا من الاشخاص بدون ذكر اسماء لانه ما بدي الفيديو هذا يجيب مشاكل، انا ما عم بحب اعمل دراما وما بدي اطلع بالدراما، فخليني اول شيء اسالك خليني هيك اسالك، لانه انا اذا بس سؤال صعب. إيه سؤال صعب. اذا انا لانه اذا تحمست فبجيب العيد. لا ما تجيب العيد، بس انا رح اقول لك رح شغله. اسالك سؤال، شوفي سؤال. اوكي اسالني. اذا كارولين عملت مشكله مع حدا او زعلت من حدا، انت شو موقفك من هذا الحدا؟ بكل صراحه. بكل صراحه. بكل صراحه طبعا. اذا الحق مشكلي نحن ما رح نشوف الحق كمان، بالضبط. يعني انا حشوف كارولين هي مع الحق بكل شيء، بس بدك تسمع من الطرف الثاني بس حتى بدي ايه لازم اسمع من الطرف الثاني، ما لازم كمان فكر لانه هي كارولين خلص متخانقه معه فانا لازم ما بقى احكي مع هذا الشخص ابدا ابدا. بس في فكره انه طيب سؤال بقى، عندي سؤال بنص هذا السؤال. ايه اذا كارولين علقت مع حدا حساسيه او مشكله، ما بدنا نقول مشكله، حساسيه، تمام؟ اوكي. وانت بينك بين الحدا اللي هي صاير معها حساسيه، انت ما في شيء ابدا بيناتكم، أوكي. وكنتوا بتسلموا على بعض زمان، ورحتي سلمتي عليها او عليه، تمام؟ وكان سلامه جدا يعني بارد وكانه عم بيقول لك ما بدي اسلم عليك، شو ردة فعلك بالموضوع؟ لا هيدا كثير يعني كثير أوكي. كثير بشع الموضوع. لا حتى لو صاير خناق وهو اجى سلم عليه اكيد بسلم عليه. يعني بفهم منك اذا كارولين كانت عامله مشكله مع حدا هو سلم عليك اكيد بسلم. اكيد هي ضروري، اكيد ليش ما سلم يعني. حلو. اذا برهوم تخانق مع حدا وصاير في حساسيه بتشوف الشخص بتسلم عليه ولا ما بقى بتحكيه ابدا؟ ما بسلم عليه ولا بشيله من ارضه. نعم ما بسلم عليه ولا بشيله من ارضه. اوف 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 ابدا. لا جد احكي صراحه صعبه هي صعبه. لا شوفي، اذا كنت صاحبه موقف ما أنا صعبه ابدا، بس لما بتكون منافق ولا اسهل من هيك بتكون القصه عن جد. هذا الشيء انا لاحظته بفتره الماضيه اللي صارت معي انا. يعني هلا بتسلم ولا ما بتسلم؟ هذا بدنا نعرفه. اذا شخص ما في شيء بيني وبينه ايه بينه وبين اخوك عادي بسلم. اوكي. أوكي. وانا عادي بسلم، لانه هذا الشيء ما بدل انه بس انه انا بحبه لاخوي وبحترمه، اوكي انا بحترمه بكثير مواقف، بس ولكن هذا الشيء بدل على اني انا شخصيتي مزبوط. تمام، شخصيتي بدها تكون موجوده، يعني خلص أكيد، اذا ما صح. سلمت عليه يعني انا عم صغر عقل، بغض النظر انه في كثير ناس صغروا عقل معي، بس انا اوكي يلا الثاني اللي بعده. دراما كريم. اوه جيب فيوز. باركتي لنارين؟ طبعا اكيد. نارين حدا كثير بجنن. باركتي لنارين. انا شو خلصني ما بصير هلا انت انفلونسر يعني. لا. عم بحث قدامك على الكاميرا يعني. باركتي ولا لا؟ ما بعرفه شخصيا نعم. يعني ما في معرفي شخصيا، ما في تاتش. ما شفته قصه ولا مره وما بعرف يعني عرفت. بس فلهيك بتباركي لها اذا شفتيها؟ انه ايه اكيد. شو بتقولي لها؟ مبروك. انت باركت لها للنارين؟ ايوه صح والله باركت لها. برافو كفل، مؤدب ومهذب عن انت. جد ما في مني. ما في منك. خلي يا يتعلموا كريم. مني العالم، باقي الناس يتعلموا مني. تعلموا من كريم. ما عم نجيب العيد ابدا. ما بعرف، ما أنا متعودين صراحه، ما؟ متعود اوكي لازم نجيب العيد بهالفيديو، استنوا شوي نجيب والله ما نطلع الفيديو الا ما في مشاكل، ما بيستنوا. ليش صبا واحمد ما عادوا يصوروا فيديوهات مع بعض مثل قبل من بعد ما تجوزوا؟ وكتير كمان صار في انفصال بيناتكم بهيدي الفتره وانت رجعتي على بيت اهلك وبعد لا هيك وصلت الاخبار. اذا ما صورنا مثلا مع بعض 3-4 ايام صبح ردانه. هذا انا بحسه الجانب السلبي من انه تشارك كل شيء يومياتك انت وزوجتك بالسوشيال ميديا، صح؟ ايه يعني في هيك وفي هيك. تشارك الحياة الشخصية كتير مو بيصير، وانه ما تشاركها بالمرة انه لا هيك. ذكرتيني بحدا. ليش؟ انه نص نص يعني شارك شوي واترك شوي للحياة الشخصية يعني. لازم يكون ضروري. في خصوصية بس ايه، قد ما عفواً، كان قد ما كنت خصوصية. انفلونسر، قد ما اكيد كنت مشهور. اكيد يعني سؤال ليش مثلا ميسي او رونالدو تمام ما بيشاركوا كل شيء بحياتهم، يعني مو فاضيين حبيبي.
اقصد مش فاضيين بس. لا شوف هلا انت اذا تجوزت وانت صانع محتوى اوكي فانت صانع محتوى فضاف على حياتك شخص جديد فبدك تصور معه شيء طبيعي بس اكيد بدكم تتركوا شوي للحياه الشخصيه. طيب هاي الممثلين الكبار تمام وفي منهم كثير مشهورين بساحه السوشيال ميديا يعني مو بس بالتلفزيون ما بتلاقيهم بيشاركوا كل شيء هو وزوجته او هو اولاده وكل ايه بس رح ارجع اقول لك نفس الشيء لانه هن مو مثلنا صانعين محتوى هن عم يمثلوا اصلا بتشوفهم على الانستغرام يا دوب ينزلوا. طيب قنعتني الصراحه اول مره بتقنعني بنت والله بالعاده ما بقتنع لانه نحن صانعين محتوى فشي طبيعي لا انت ما بتفيق بس في شغلات ما بتتشارك انا هي اكيد هي اثنيناتنا بنتفق عليها. ايه هذا خلاص انا معي صح يعني لا انا معي صح انا وانت معنا صح بيناتنا صح بس رغم هيك نحن ما عرفنا ليش هي بطل تصور معه في لغز. انا بحس شوفي بما انه هاي اللقطه فيها عيب جزء لا بس هات لنشوف انت شو بتحس. احمد ابو الرب تمام شخصية أحمد في هو شخص باليوتيوب تمام بيضلوا كانوا قبل يتنافسوا يعني لازم اثنيناتهم بيضلوا بالساحة وكذا فهذا الحد الثاني بالساحة I think يعني تمام قال لم يقل شيئا لازم اذكر اسماء وانا ما بدي اذكر اسماء بهذا الفيديو. ما تذكر اسماء بس ما تجيب العيد. طب بدي اجيب العيد ولو طيب تفضل. طيب يعني ما بحب يعمل مثل حدا بضله ليل نهار بينزل ستوريات هو ومرته مثلا وبيعملوا يعني اي شيء بس المهم ينزلوا ستوريات هو ومرته فبحس انه احمد ابو الرب ما عجبه هذا الوضع انه لا لازم انزل مثلهم او نصير مثلهم لا فانا باخذ جانب خصوصي بحياتي وهذا هي الصراحه خطوه انا بعتبرها صحيحه وحلوه لانه قد ما انتشروا ستوريات او حكي او كلام بضل في عندك جانب خصوصي يعني مثلا ما بيكون انه حدا ماسكك من ايدك توجعك انه عم يحكي على محتواك انت ومرتك او بلا 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 بلا. لو فيك ترجعي للحظه معينه تقعدي مع صبا الصغيره وتقولي لها شيء شو هي اللحظه وشو بتقولي لها؟ سؤال برجع لحظه معينه لحظه العيد ميلاد شو بتقولي لها؟ انت وعم تتصلي على صاحباتك؟ اكشلي صف 10 كله كامل لازم هي بالمقابله لازم يرجع الشخص للذكريات يعني لازم يرجع على الماضي ويحس ويستشعر ويطلع الشعر اللي جواته. طيب تفضل اشهر لنا. لا انا بدي اسالك كمان انا بدي اسالك جوجو اسمعي جوجو اذا جهينه يوم من الايام رجعتي لجهينه الصغيره شو بتقدري تقولي لها؟ بحكي كلام جدي هالمره يلا. اوكي شو بقدر اقول لها؟ ايه شو بتقولي لها مثلا؟ الا انه لا تستسلم لا عن جد الا انه عن جد ما تفكري انه كثير الحياه صعبه وانه لا لازم تكفي ولازم تقدري تعملي لانه انا بهديك الايام كنت انه باي عمر 10 11 يعني عمرها 16 17 سنه يعني. اوكي فبهديك الايام كنت يعني انه ما بحس انه بقدر اعمل شيء وانه لا وانا ما حيتحقق حلمي. طيب شو انت وكنت مكتئبه ايه شو بتقولي لها مثلا هلا بما انه هلا انت مثل ما انت جهينه تذكري شخصيتك القديمه وشو بدك تقولي لها هلا كلمه انه ما كان في داعي خاف هالقد. لا على فكره في داعي بحس. ليش؟ لا اقول لك شغله في شيء بيقول لك انه ليش بنحب الماضي ولكن ما بتمنى يرجع. ليش انا بتمنى يرجع؟ مين قال ما جد؟ خربت النظريه يا شباب. كنت عرفت انه لو لي جا المسؤوليه اللي عندي رجعوني لعند الماما. خربت النظريه اللي قاعد بتفلسف فيها ساعه. لا مثل يلا انت بسرعه اوكي شو بقول؟ شو بتقول؟ بلا نظرياتك لو سمعت. بقول والله الحياه حتفشخك فشل. يعني اللي بيقول لك الحياه سهله لا تاكل هم لا كل هم وتعاب وانشق لانه غير هيك ما حيمشي حالك صراحه. يعني انا عكسك نضحك على بعض بكلمه بتهون يفضح امها اذا بتهون وهدي بنقولي. تكون شخصيتك اقوى وتتحمل. لنقول اليوم صارت الصدفه والتقيت بوحده من هدول المتنمرات واشت قالت لك صفا كيفك لحالنا من صارت ما حكيت لها ولا صار معك تنمر انت وصغير؟ صار معي تنمرات والله كثير ايه عادي. طيب وبعد ما صرت هيك على اليوتيوب وكذا حدا حكى معك وقال لك هاي بدي احكي معك كريم وكذا؟ بالصراحه عدل كم حدا؟ اوكي ولا حدا. حسيت هي سؤالها انه اذا دارت الايام واجى هذا الشخص اللي اذاكي تمام هيك طلب انك تسامحيه او يعني وشو ممكن تقولي له؟ اكيد لا. ليش؟ لانه نوع المسامحه ابدا ابدا. ليش طيب انت كثير حقودة؟ انا هيك يعني. خلص اللي بيغلط معي اول مره بقطع له كرت كان عم تقصديني يعني عم تقصديني؟ عم بمزح معك يعني بعد ما تجي فينا عيب اللي بمزح عن جد بقص فوق اللي بمزح معك مشان اذا صار ما صار انه انا عم بمزح معك. انا مهددتك قبل بمره يعني خليك تماما. انا بوجهه نظريه بالحياه انه اللي بيغلط اول مره بيغلط 1000 مره فانه ليه لا اسمح له يغلط معي مره ثانيه ومره ثالثه والحمار بيوقع بالجوره 3 مرات فليش نحن نوقع كمان
فانه خلص. فانت شو رايك؟ هل بتسامح؟ ما بسامح. من بعد نظريتي ولا كيف؟ لا كنت بدي احكي انه لا عادي، لازم انا مسامح كريم. مسامح كريم، ولازم نحن نكون هيك، لازم نكون عندنا انسانيه. فقلت هلا بدي اتفلسف وتحرق لي نظري مره ثانيه، فانا كمان ما بسامح. لا جد عن جد. يعني تخيل شي مره انه حدا يجي يستصغر فيني تمام، او يجرحني، وانا والله يوم من الايام اقول له هاي حبيبي كيفك شو اخبارك. انه عن جد يعني ما يعني في هيك شغلات خارجه عن المنطق، يعني ما لازم نحكي فيها. بس لا الله هون يعني صبا كسرت القواعد، قالت انه يس بتسامح؟ بتسامح. واو لا جد. انا ابدا لانه بتسامح بترجع بتاكل ضرب اكثر. في حدا يعلمونا. تنمر عليكي؟ لا واو شباب. لا والله الحمد ليه؟ لله ما بعرف انه لا الحمد لله. طيب انت حدا اذاك اكلت يا الضرب؟ عالم انا كثير كل الحياه. طيب اوكي بنرجع للفقره اللي بعدها. اوكي جايز، هي كانت ردة فعلنا على المقابله. في كثير نقاط طبعا صارت بالمقابله، ولكن المقابله مدتها 50 دقيقه فمش رح نعرضها كلها. بحس انه هيك خلص انه بكفي للمقابله. تمام، اذا حبيتوا هالفيديو حطوا لايك، شاركوا الفيديو هذا لكل رفقاتكم، وشكرا لجوجو لانه انا طلعت معها بهذا الفيديو. واو هي حساباتنا على انستغرام رح يطلعوا هون او بتشوفوهم كلياتهم تحت بالوصف. كمان ضيفوها لجوجو تحت ونزل فيديو كثير حلو. واذا عجبكم بليز ما تحبوا اني ارجع اطلع معه لانه انا خلص ما حصور مع كريم ابدا. باي. بتشوفونا كل فيديوهات جديده ان شاء الله. قولي بنحبكم كثير. يلا بدون متابعين لازم تحترميهم. قال لك ما بحترمهم. قولي بنحبكم كثير. بس دقيقة انا محترم المتابعين بس ماني محترمتك. بنحبكم كثير جايز. وش كنت تقولي ديكي؟ سلام.